ولا في مسكة سلاح ولا لبس جيش ولا بيادة ولا كلام من ده خالص. انتوا وادي البنات اللي اتفرض عليهم التربية العسكرية حبايب قلب. بصوا يا جدعان، في حاجة انتوا مش فاهمينها كويس كده، بالراحة كده واحدة واحدة مع بعض، عشان انتوا فاهمين الدنيا غلط خالص. ولا في مسكة سلاح ولا لبس جيش ولا بيادة ولا كلام من ده خالص. انتوا فاهمين القصة غلط. انا مش فاهم ايه الطاقة اللي جاية لكم دي، وهنروح الجيش وهنحارب على الحدود والكلام ده، مفيش منه الكلام ده. بصوا يا جدعان، التربية العسكرية بالنسبة للجامعة ما هي الا 15 يوم تأديب، صحيان بدري، مفيش مكياج، مفيش ميك اب، مفيش الكلام ده كله. هتصحوا بدري، شويه الميه على الوش، هتتوضوا وهتصلوا، هتنزلوا على التمرينات. ده المفروض والمفهوم للتربيه العسكريه علشان تتخرج من الكليه. في حاجه تانية مستنياكم بعد الكليه، وهي الخدمه العامه. والخدمه العامه دي في المختصر المفيد، شفت حياه الموظفين؟ يعني مثلا الخدمه العامه ممكن تجيلك في محكمه، ممكن تجيلك في اي مكان فيه موظفين، تاخد فيها حركه حوالي كام شهر كده. دي في المقابل للولاد الجيش، غالبا برضه بيدوكم عليها فلوس، يعني مش بتبقى كده وخلاص.